اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا. هعمل معاكم النهاردة الفتة بطريقة حلوة جدا هتعجبكم بإذن الله. أنا أول حاجة بدأت بيها قطعت اللحمة بتاعتي كده، بس أنا قطعتها صغير شوية، أنا عايزاها ايه مكعبات صغيرة. طبعا حطيت الحلة بتاعتي تسخن كويس جدا ونزلت باللحمة. ألزم اديها صدمة في الأول، أنا بحب ادي اللحمة صدمة في الأول. تمام، هنزل بكمية اللحمة بتاعتي كلها. ما بحبش احط مادة دهنية ولا اي حاجة، بس لو انت عايزة تحطي معلقة سمنة مش مشكلة خالص. كده خلاص، اول ما خدت لون على الوش الاول قلبتها تاني على الوش التاني كده، دوت برضو صدمة من الناحية التانية. وبعدين ننزل بقى بالبصل والتوابل بتاعتنا. كده بقى اللهم بارك، اللحمة بتاعتي اتشوحت كويس جدا، خدت صدمة يعني. هنزل بمعلقة فلفل اسمر كبيرة، وهنزل بقى بورقتين كده من اللي هو الورق اللوري، وفصين حبهان، وهديلهم تقليبه، وبعدين انزل بالبصل. هديله تقليبه كويسه كده، وبعدين برضو انزل بجزرايه مقطعه. كده خلاص انا شوحتهم كويس مع بعض. هنزل بقى بحته عكاوي كده وحته ليا عشان تعمل شوربه كويسه. تمام، اهم حاجه بقى في المرحله دي تنزلي عليهم بميه تكون مغليه، ما ينفعش تنزلي بميه ساقعه. انا غاليه ميه كويس جدا، هضيفها عليهم. هضيف بقى فص واحد من الثوم، بجد بيفرق جدا في طعم الشوربه، بيخليها حلوه جدا. دلوقتي بقى في ريم بدأ يطلع كده على الوش بتاع الشوربة ده، طبعا بنشيله اول ما الشوربة بتبدأ تغلي، بتطلع ريم، فانتي بالكبش كده وبتشيليه من على الوش. كده خلاص الشوربة بتاعتنا بتغلي، هسيبها بقى تاخد غلوتين كده، وبعدين نهدي عليها النار. طبعا ما بنضيفش ملح خالص الا لما اللحمة بتيجي تستوي. دلوقتي خلاص تعتبر استوت، نزلت بمعلقة ملح. هسيبها بقى تاخد غلوة كده على النار واقفل عليها. انا عموما بضيف الملح اخر حاجة خالص. كده يعتبر خلاص هي استوت اصلا، بس انا هسيبها تاخد غلوة كده عشان الملح اللي احنا ضفناه. هنا بقى هعمل الصلصة بتاعت الفتة. هنزل كده بمعلقة زيت كبيرة، ممكن تضيفي سمنة اللي تحبيه يعني. تمام، هنزل بقى بمعلقة سمنة مهمة جدا. هديله بقى تقريبا كده، هفضل اقلب فيه لحد ما اللون بتاعه يبدأ ايه يحمر، بس انا مش عايزاه طبعا اللي هو يحمر حمر، انا عايزاه لون ذهبي كده خفيف خالص. ما تخلوش يغمق قوي عشان ما يمررش معاكي. انا هفضل اقلب كده لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. زي ما انتوا شايفين كده خلاص بدأ ياخد لون خفيف جدا، انا مش عايزاه يغمق نهائي عشان لو غمق هيمرر معاكي. هضيف بقى كده ربع كوبايه من الخل. هضيف بقى معلقه صلصه كبيره، ممكن تستغنى عنها براحتك. وبعدين هنزل بعصير الطماطم بقى اللي انا فرمتها كويس جدا. كده خلاص هنزل بقى بعصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بمعلقه
فلفل ومعلقه ملح، فلفل اسمر وملح بس كده، ما تحطش اي توابل تاني. ممكن تحطي رشه سكر بسيطه خالص بس عشان تعدل مستوى الحموضه بتاع الطماطم. هقلبهم بقى كويس جدا واسيب بقى الطماطم كده تتسبك مع نفسها، بس اهم حاجه ما تغطيهاش عشان اللون بتاعها ما يروحش، تفضل حمرا كده وحلوه. تمام كده خلاص. بعد ما استخدمت المية شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى العيش البلدي بتاعنا طبعا عشان الفتة. احلى حاجة في الفتة بصراحة العيش البلدي. انا هقطعه كده بالمقص، طبعا المقص تبع الاكل يعني المطبخ وكده بس. كده خلاص انا قطعت كمية العيش بتاعتي كلها. هجيب بقى الكمية دي كلها في الصينية بتاعتي عشان نحمصهم في الفرن. بس انا بهضيف لهم معلقة توم ومعلقتين كده من الزيت. هتفرق جدا بجد في طعم الفتة. هقلبهم بس كويس جدا عشان التوم بس ما يبقاش في مكان واحد، يتوزع مع العيش كله. كده خلاص هضيف معلقه الزيت الاخيره وبعدين ادخلهم الفرن، وبعد ما يخرجوا هوريه لكم بقى. هنا بقى هعمل الرز الابيض طبعا بتاع الفته. انا ضفت معلقه زيت كبيره ومعلقه سمنه. طبعا اول ما هي سخنت كويس هنزل بالرز. انا بحب اشوح الرز شويه حلوين عشان الرز بتاعي يطلع مفلفل وحلو. استحاله يعجن معاكي لو انت شوحت الرز. تمام. يا ريت بقى لو وصلت معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تحطي اللايك الحلو بتاعك. يا ريت لو مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. هنا بقى خلاص انا شوحت الرز بتاعي كويس جدا. هنزل بالملح بس ما بحطش اي حاجه تاني غير الملح. هنزل تقريبا كده مع الرز وبعدين ننزل بقى بالميه اللي لازم تكون ميه مغليه عشان الرز بتاعك ما يعجنش. بجد لو عملت الرز بالخطوات دي يطلع معاكي مفلفل واستحاله يعجن معاكي. زي ما انتوا شايفين كده خلاص هديله تقليبه واغطيه بقى. اول ما ياخد غلوتين كده كمان هدي عليه النار خالص شمعة وتسيبيه بقى مع نفسه لحد ما يستوي خالص. هنا بقى اللهم بارك شايفين ما شاء الله بعد ما الرز استوى ما شاء الله مفلفل وحلو جدا. شايفين اللهم بارك. تعالوا بقى ايه نحمر اللحمه بتاعتنا بس على عين البوتاجاز. انا حطيت كده من معلقه من السمنه مش كبيره قوي. هنزل عليها كده بقى بمعلقه صغيره كده من الصلصه اللي احنا عاملينها بتاعت الفته. اول ما تسخن بقى هنزل بكميه اللحمه بتاعتي واشوحها ايه مع الجمال ده ما شاء الله بجد. هتاخد لون وطعم حلو جدا وتغيير طبعا عن الطريقه العاديه. كده خلاص هقلب بقى اللحمه مع الجمال ده.
واسيبهم بقى ياخدوا لون حلو. كده خلاص هقلبها على الناحية التانية. هي ما شاء الله خدت لون على الناحية الاولانية، بجد الريحة تهبل ما شاء الله، حلوة جدا. لو جربتيها تعجبك بإذن الله. كده بقى خلاص اللهم بارك، اللحمة بتاعتي اتحمرت كويس جدا. كده خلاص خلصت كل حاجة. هبدأ بقى اقدم الطبق معاكم. شايفين ما شاء الله كل حاجة كده بقت جاهزة تمام، والعيش بتاعنا اتحمص وبقى جميل جدا. كده بقى خلاص هضيف بقى الشوربة بتاعتي كده على العيش. وبكده بقى خلاص بعد ما ضفت الشوربة هضيف بقى معلقة من الصلصة كده. بتفرق جدا في الطعم وبتخلي طعم بالطعم العيش كده. وبكده بقى اللهم بارك طبق الفتة بتاعي بقى جاهز. يا رب الفيديو كده يكون خفيف على قلوبكم ويكون طريقتي عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك الحلو بتاعكم. لو يا ريت لو مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. واقول لكم بقى دمتم سالمين وفي رعايه الله وحفظه.